بالله عليكم شباب، هسه منو يصدق هذا البايسكل اول ما نزل سعره $5000، يعني بالعراقي 7 ملايين ونص. بس لا تنصدم عزيزي، هيش سعر لهيش مواصفات هذا السعر جدا طبيعي، خصوصا البايسكلات الكهربائية اللي تيجي من محرك بوش. هذا البايسكل عبارة عن دبابة، الجسد مصنوع من الألمنيوم القوي جدا، نفس الألمنيوم المستخدم بصناعة الطائرات، مطعم بقطع من الكربون فايبر الحقيقي، والبدالة 11 سرعة من سيرام. يعني هاي المواصفات تعتبر فئة فاخرة بريميوم. تعالوا نطلع بيه تراي ونجربه. طبعا راح اخليه وضع السبورت حتى ننطلق انطلاقة قوية. يلا 1 2 3. اسمع الصوت، اسمع هذا صوت المحرك والتايرات، وشوف لي الرزانة. طبعا هذا البايسكل يكون رزن بشكل مو طبيعي، لان التاير مالته عريض وما يميل بسهولة. طبعا منظومة البريكات من ماركة سيرام الفاخرة، هذا هيدروليكي بلمسة واحدة يوقف بالمكان. والمقعد من ماركة روك شوك، هذا بضغطة واحدة يرتفع المقعد، عبارة عن هيدروليك. تاير مالته طبعا من ماركة شفالبا الألمانية. شباب هذا النوع من التاير هذا يعتبر مثل الوحش، يمشي على الصخور، على الرمال، على الثلوج، على التبليط، ما يوقف قباله أي شيء. يعتبر مثل الوسادة الهوائية وممتص للصدمات. وعندك هنا محرك جبار من بوش، فهذا البايسكل ما يوقف قباله شيء، يعني عبارة عن دبابة.